مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تلوات بإقليم ورزازات من إنقاذ سائحين إيطاليين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، بعدما تعرضا لموجة برد قاسية بمنطقة تيزينولون الفاصلة بين إقليمي الحوز وورزازات، أثناء قيامهما بجولة على متن دراجتين هوائيتين. وفور توصل السلطات بالخبر، باشرت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية عملية ميدانية وسط تضاريس جبلية وعرة وظروف مناخية صعبة، حيث تم تحديد مكان السائحين ونقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سيدي حسين بن ناصر برزازات لتلقي الإسعافات الضرورية. كما ساهمت ساكنة المنطقة في تقديم المساعدة الأولية للسائحين عبر توفير الطعام والشراب إلى حين وصول فرق الإنقاذ، في مشهد يعكس روح التضامن التي تميز سكان المنطقة. ويؤكد هذا التدخل الجاهزية المستمرة لمصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لضمان سلامة السياح، خاصة بالمناطق الجبلية التي تعرف إقبالاً متزايداً من عشاق المغامرات والرياضات الجبلية. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.